بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلى على النبي حبايبي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده فطير. معانا كيلو ونص دقيق. انا نخلطه كويس، اهم حاجه تنخليه كويس عشان يكون في حاجه وحشه ولا كده، وعشان برده يديك طراوه كده في العجينه. بسم الله ما شاء الله. نعمل كيلو ونص دقيق دلوقتي فطير. دلوقتي احنا نخلنا مع بعض الدقيق بقى ونسيبه على جنب كده، وجبنا هنا اهو معانا ميه كوبايه ميه دافيه زي ما انتم شايفين اهي. اهم حاجه الميه بتاعتك تبقى دافيه. هنحط مع بعض معلقه كبيره من السكر، ماشي يا حبيبي اهو. وبرده هنحط مع بعض برده ايه، معلقه من الملح، ماشي، علشان يبقى طعمه جميل كده وحلو. هنقلب مع بعض الميه كده يا حبايبي، كده قلبيها كويس عشان الملح والسكر يدوبوا كده مع بعض اهو. واهم حاجه الميه تبقى دافيه يا جماعه عشان العجينه بتاعتك تطلع حلوه. بصوا يا حبايبي، احنا قلبنا السكر والملح. هنحط شويه شويه كده عشان العجينه بتاعتك ايه، ما تسيحش منك اهو يا حبايبي. واحده واحده كده هنقطعها بالطريقه، ماشي اهو. واحده واحده كده اهو عشان العجينه بتاعتك ايه، بالراحه كده وتلم معاكي بالراحه، علشان ما تحطيش ميه كتير وترجعي تحطي دقيق تاني. لا، يبقى الكميه اللي انت حطيتيها دقيق عليها ميه. هو في دقيق بيشرب ميه وفي دقيق بينطر ميته يعني. خدوا بالكم من النقطه دي. حسب كل ست شاطر كده ايديك هي اللي بتعرف المقدار، مره في مره هتعرف اهو. دلوقتي انا هعجن اهو، وبعد كده لو احتاجنا ميه تاني هحط ميه. بصوا بعتوا كده اهو يا حبايبي، اللي العجينه بتاعتنا احنا بنعملها كل حاجه زي ما انتم شايفين اهو. بس لسه عايزه ايه، عايزه ميه. الميه تبقى فطره برده علشان العجينه بتاعتك ما تاخدش وقت، او هتاخد ساعه، تاخد ساعه الا ربع اهو. بصوا، وبرده حبه حبه عشان العجينه ما تطراش منك قوي، ما تطراش منك قوي، ماشي يا حبيبي. طلع على حبايبي كده في الكومنتات، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك. يا ريت تشتركوا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي. اللي ما اشتركش في الفيس يشترك عشان تشوفوا حاجات جميله قوي هتعجبكم، وحاجات بسيطه قوي بعملها. وصلوا على النبي كده في الكومنتات يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. سبح الله كده وانت بتعملي العجين بتاعك، انت بتعملي لامك واقفه تغسلي شويه معانا. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، والحمد لله، احمد ربنا كتير، احمد ربنا في السراء والضراء. شويه ميه، قيمه مرتين ميه كده بايدك وخلاص وكفايه. العجينه بتاعتك الحمد لله تمام زي ما انتم شايفين كده، بس انا حاسه ان هي ناشفه شويه ايه، اضطريت عشان عجينه الفطيره لازم تبقى في ايدك. هلمها وارجع لكم. يلا بص حبايبي، العجينه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، جميله ازاي. بصي هتقولي هي بتمسك في ايدك، احنا رايحين شويه هي كده، بس انت طول ما بتعجني فيها اقعدي كده 10 دقايق عجيني فيها، هتلاقي العجينه بتاعتك بقت جميله. انا جبتها لكم الخطوات بتاعتها اهي. وحبايبي اللي طلبوا مني الفطير يا حبايبي اهو، دي طريقه الفطير اهي. بصوا بتطلع من قلب الطبق ازاي، عجين طلع غلب وطلع كل اللي تعبك فيه. انت هتتعبي وانت بتعجنيه طبعا، زي كده زي هتنهبوا كده بتعملوا الحاجه. بس صلوا على النبي وقولوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الحاجات كلها جميله. بصي العجينه اهي كانت ماسكه في ايدي ما شاء الله، خلعت 10 دقايق كده. ادي كده وطلعي كل اللي عندك في العجينه، تطلع زي العسل. هخلصها بقى واوريكم اخر حاجه. بصوا يا حبايبي اهي العجينه بتاعتنا خلصت اهي اهي. اللهم صل على النبي. تسيبيها بقى ساعه كده اهي. بس العجينه بتاعتنا ساعه عشان تريح، لازم تريح معاكي العجينه، لازم تريح معاكي، ماشي يا حبايبي. تعالوا تاني واحنا بنعمل مع بعض ان شاء الله. رجعت لكم تاني يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، العجينه بنقطعها جميله ازاي وعامله ازاي. طبعا هنقطعها مع بعض دلوقتي. الاول هوريكم هنعمل ايه مع بعض. معانا الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، نحط فيها معلقه سمنه على زيت. انا حطيت دلوقتي كوبايه سمنه على كوبايه زيت، حسب السمنه اللي انت عايزها، عايزه تحط بلدي عايزه تحط عاديه براحتك يعني، ماشي. وبعدين هنعمل كده في الصينيه عشان نقطع العجينه بتاعتنا حسب ما احنا عايزين. دلوقتي انا هعمل معاكم فطيره المره دي غير كل مره، ماشي يا حبايبي. هعمل فطير اللي هو فطير الشرقيه زي ما بيقولوا، اللي مشلتت على اصوله زي ما بيقولوا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطع دلوقتي كور صغيره زي كده اهو، ماشي يا حبايبي اهو. وهنرصه في الصينيه اهو يا حبايبي. هخلص التقطيع وارجع لكم. بصوا يا جماعه، ده وش اللبن القشطه. بس طلعتها من الفريزر ثابت زي ما انتم شايفين كده. هنحط منها شويه كده اهو على السمنه والزيت عشان تطير معاكم العجينه من جوه تبقى حلوه. وبرده في حاجه في الاخر هوريها لكم اهو. ان شاء الله قطعناها كور صغيره اهي، وهوريكم نعمل مع بعض. بسم الله ما شاء الله. الاول اهو ماشي يا حبايبي، نعمل كده اهو صح كده اهو. اللهم صل على النبي اهي. بس تفرق معانا وجميله ازاي ما شاء الله. نبدا اول واحده هي، بس اول واحده لازم تتقطع معاكي كده، وبعد كده كله يتظبط ما شاء الله اهي. طبعا هتيجي هنا في الصينيه وتحطي اهو اهو في الصينيه على طول عشان مستحيله. المفروض الواحد يرص كده جنبه اهو ما شاء الله. بعد كده اهو ماشي حبايبي اهو. هنعمل واحده واحده كده، اوريكم كمان واحده اهو ماشي حبايبي اهو. بصوا قلت لكم اول واحده هي اللي بتتقطع واحده واحده كده هتتظبط معاكي اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. صلوا على النبي حبايبي كده في الكومنتات. الطريقه دي كانت طريقه والدتي الله يرحمها اهو. بصوا ما شاء الله اهي اهي. خلي بالكم من الجناب عشان بتبقى تخينه يعني، ظبطي الجناب بتاعتك كده اهو ماشي حبايبي. وفي كل بين رق ورق شويه سمنه صغيرين كده زي ما اهو كده. تقوم جايه حاطه الرق ده اهو، عامله زي الجلاش كده حبايبي. وهنعمله كله بنفس الطريقه وارجع لكم.
بس يا حبايبي انا حطيت 15 كوره من دي ماشي، اللي هي الصغيره، ودلوقتي عملنا واحده كبيره وهنحطها عليها زي ما انتم شايفين كده اهي، ما شاء الله. ماشي يا حبايبي، وانا هحطها عليها من فوق وارجع لكم تاني. عملنا الفطيره الكبيره بتبقى من تحت كده، بتعمليها كده تنزليها على بقيه الفطيره من تحت كده اهو، هتطلع لك فطيره حلوه كده اهو زي ما انتم شايفين كده، عشان تخلي وش الفطيره من فوق حلو اهو. بتسيبي الفطيره بتاعتك حوالي 10 دقايق. ماشي يا حبايبي اهو، فطيره كبيره حلوه ورقات جميله اهو. ماشي، دقايق القشطه زي ما انتم شايفين كده. علبه الزبادي اهي مع بقيه القشطه، وهنقلبه كله في بعض كده اهو. ماشي يا حبايبي، مع شويه من السمنه بتاعتنا اهو كده، عملناها في بعضها زي ما انتم شايفين كده، وهنيجي كده هنا على وش اهو، على وش الفطيره كده تحطيها، وطبعا تحطي الفطيره طريه. ماشي اهو. بص يا حبايبي في حركه كده، طبعا معانا احنا هنعمل بقى فطيره ثانيه. ماشي، في حركه اجمل من ان انت تحطي السمنه هنا بالمعلقه، تحطي كده كده اهو، ونجيب حركه كده. بصي بص يا حبايبي، فردنا ما شاء الله مع بعض الفطيره ازاي وجميله. الله يرحمك يا امي ويغفر لك، والله علمتنا كل حاجه حلوه يعني، الله يرحمه. بصوا الزبادي والحاجه على الوش كده اهو زي ما انتم شايفين كده، وهنحطها في الفرن وبعد ما تخلص هنوريها لكم. اهي يا حبايبي الفطيره الاولانيه طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله جميله ازاي اهي، بسم الله ما شاء الله. من تحت قلت اوريها لكم، وبصوا انا حتى ايه هي سخنه طعمها اهو. بصوا يا حبايبي، بصوا الجمال والحلاوه، والله العظيم جميله قوي حلوه قوي. طبعا احنا عملنا الثانيه زي ما انتم شايفين اهو يعني، عشان بس من فوق يعني نشف شويه. بصوا دي اهي، اللهم صل على النبي، احنا كده مع بعض اهو، حطينا عليها القشطه بالزبادي من فوق. ماشي اهو، نكملها كده مع بعض ونفردها ونحطها في الفرن ونوريها لكم برده ان شاء الله. الطريقه دي جميله قوي وناجحه وحلوه، تسهل على اي ست بيت برده. صاحبتي تسافر لوحدها اسمها اصلا شوف ودي بنت الاخر ده اهي طيب او كده اهو، ومش هنحط طعم حلو وبنحط برده. بس دي كتير من الوقت العام ده عشان تشعر بنتي واضح طبعا صحيح. احنا شغالين كده والله قوي وهو جميل قوي، وده بنعمل يا جماعه حطوا هنا وده الاول بحاول يتفرج على